يا صباح الخير. إياك والسفهاء. في طريق تطويرنا للذات والبحث عن تحقيق الأهداف والنجاح، واحدة من النصايح المهمة جدا اللي ممكن تسمعها: لا تخاطب السفهاء. حقيقة السفهاء في عالمنا الحين أصبحوا عبء على الضمير الإنساني وعبء على البشرية كلها، لأنهم بيسفهوا كل الأمور، بل إن القضايا العظيمة والحق المبين أصبح لا يرى بسبب آراء السفهاء واخطابهم وهجومهم ومناقشتهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والحقيقة إن أنت تخاطب الجاهلين ده مضيعة للوقت والمجهود. والتاريخ البشري والتاريخ الإنساني فيه عشرات القصص من إن السفهاء والمهمشين وأصحاب لا رأي ولا وعي ولا قيمة خربوا كثير من القضايا المهمة والعظيمة. فواحد زي السائر جيفارا، هذا السائر العالمي الذي أصبح أيقونة الثوار في العالم كله بعد ما لف أمريكا الجنوبية تقريبا كلها على دراجته النارية علشان يشوف ويساعد المهمشين والعمال الضعفاء في انهم يحاولوا ياخدوا حقهم من الرأسمالية والإمبريالية اللي بتنتهكهم وتنتهك حقوقهم، وكمان بتسلب جميع الحقوق الموكلة ليهم وتمص دمهم. كان بيحاول يعمل عدالة اجتماعية وعدالة في التوزيع، مش الناس تشتغل ويتحرق دمها وفي ظروف قاسية وناس تانية تحط الفلوس في جيوبها. فحاول جيفارا ان هو يقوم بثورة عالمية على كل الأنظمة الرأسمالية المتعفنة المستغلة للبشر. حاول ان هو يصحح الأمور في كوبا، ونجح بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية من سخرية القدر ان هي الولايات المتحدة الأمريكية اللي ساعدته في كوبا هي اللي قبضت عليه في بوليفيا لما تعارضت مصالحها معاه. وبعد ما راح بعض الدول الافريقيه زي الكونغو ولف وحاول يساعد الناس، راح بوليفيا علشان يكرر نفس التجربه ويحرر الناس الضعفاء والمساكين والعمال البساط من شراسه الرأسمالية واستغلالها. الا ان هذا جيفارا بعد ما كون جيش من الثوار عداده يمكن 50 أو 60 واحد، وحاول ان هو يعمل حاجه خلال 9 شهور، أوقعه وبلغ عنه راعي غنم سفيه. وتخيلوا ان راعي الغنم السفيه دوت لما بلغ عن جيفارا وجات الناس بعد كده تسأله تقول له: انت عملت كده؟ الراجل جاي يساعدنا، الراجل ده جاي يساعد الناس المهمشين والفقراء والغلابه اللي زينا، انت ليه بلغت عنه؟ تخيلوا هذا السفيه قال لهم: لانه كان حربه مع الجهات المسؤوله كان بيزعج الاغنام بتاعتي. هذا راعي الغنم السفيه ما قدرش يفكر بعيد عن مصلحته وبعيد عن كرشه ويشوف المصلحة العامة وحقوق الناس وقد ايه الناس تعبانة ومطحونة، والراجل ده جاي من آخر الدنيا عشان يساعدهم. لذلك السفهاء أصبحوا عبء كبير جدا علينا. وزي ما قال الإمام الشافعي: يخاطبني السفيه بكل عيب فأكره أن أكون له مجيب، إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. أشكركم على المتابعة، أرجوكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. أنا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. صباح الفل.